معلش كم واحدة؟ كم واحدة جت موافقة؟ حوالي 120 موافقه صفحه، لكن هم سلموهم للناس بالكامل. لكن الناس اللي بتروح تستلم الموافقه وتجيب لها في اراضي كمان للنوادي كانوا اتسحبت منهم، سبورتنج وسموحه والاتحاد وحاجه رابعه الصيد اتسحبت منهم. دي المنطقه دي كانت منطقه الحي الرابع يا فندم. الحي الرابع ده كان تم تخصيص حوالي 5 انديه فيه. ما حدش عمل أي حاجة ولا حد عمل سحب. في أندية عملت. الوحيد سموحه اللي عمل. في أندية عملت. انا بدافع عن الاربعه مش بدافع عن واحد، بدافع عن كويس انك مش عن واحد. اتنين حضانة وفي 2 سوق تجاري، 2 مركز تجاري، مركز اطفاء وحريق وشرطة، مركز طبي، خط مخبز. المباني اللي حوالينا مخبز. ده المخبز، ودي مركز الاطفاء والشرطة والبريد. مركز شباب. لا ملاعب، دي ملاعب. ومركز الشباب كامل، مركز وانا مركز تجاري واحد. مستودع الأكاديمي. كل منطقة متكاملة. جميع الخدمات موجودة سيادتك ومعمولة ضبط والمدرسة متوزعة على المدرسة. ربنا يسلمك. فكره ان انا اللي محتاج دلوقتي الشقه ما بيشتغلش، وانا هدي ابسط مثل عندنا في كيلو 26. انا عندي دلوقتي في جيبي من يوم ما جيت كان اكتر من كده 185 شقه مش عارف اوزعها، رغم ان المبلغ حقير جدا. 5000. انا عايز اوري حضرتك حاجه ثانيه، مباني جاهزه ممكن ناخدها رعايه. 35,000 اقساط، انما عشان يدفع ال 200 جنيه لازم يحول مفردات مرتب، لازم اكون موظف. ده مش موظف. لا مش موظف حضرتك، احنا ده اللي منزلين أيوة. اللي هو الحر حضرتك، اللي هو مش شغال في انا عندي مساحات رمليه علشان تطلع بعد كده الميه مواد ثلاثيه بتطلع على عنبر، على مياره بتاخد جزء من الكلور وبتطلع على خاصيه. خط بيخش على الزراعه بتاعت المدينه، وخط تاني بيخش على مصرف زراعي على بعد كتير 2 كيلو من المحطه. هتوصلوا الميه المعالجه دي للحدائق ولا لا؟ هو ده السؤال. هو ده اللي هو الطرح، ده اللي هو بيروح ياخد سنة. فين الشرط بقى؟ الشرط لا يا راجل، مشروع الرفض قال انا هبني في مصر. ما هو جاي لما يعملوا الرفض جاي هيتقالوا مؤقت والله. حتى العناية الإلهية نزلت الحمد لله. الحمد لله.
السلام عليكم.